خلي اشوفكم هاي القصه، ما اريد احرقها وما اريد اتحدث عليها، لكن الضيف اللي انضم لي حاليا داخل الاستوديو هو راح يتحدث عليها، وخلي اشوفكم الواقع اللي دنمر بيه والوضعيه، واحنا بيا حال احنا. ويا الضيف راني عبد الرضا عباس، اللي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي واخذت حيز جدا كبير. راني هو اخ المتوفي بحادث دهس بدراجه، ومن بعدها يصدر قرار قاضي بحبس المتوفي. عقلوها. راني صباح الخير. صباح النور استاذ. شلون صحتك؟ الحمد في البدايه البقاء في حياتكم. حياتك الباقيه رحمه الله. الله يصبركم على فقدان اخوك. يخليك رحمه الله. راني تحدث لي بالموضوع باكمله. على قولة المصريين من الطاطا للسلام عليكم. تحدث لي، سولف لي شنو اللي صار، شنو القرار اللي صدر، اخوك شنو كان، منين اجى، شلون صار الحادث، لك الجو. تفضل راني. اشكرك استاذ. هو الحادث يعني انتشر تفاصيل عن طريق التواصل الاجتماعي. اشرح لي كامل. كتفاصيل الحادث، اخوي كان على جسر الجادريه هو مجموعه من اصدقائه. بوقت كان فتره بدايه الوباء وحظر التجوال. نعم. منع السيارات. نعم. فهو يعني عمره 35 سنه وعنده سكر ومتروس يعني ثقيل الوزن. فالغرض الرياضه، طلعوا على البايسكلات. نعم. ومن قبل اليوم الحادث يعني صار لهم اسبوع هم يطلعون. نعم. يوميا. المشي اللي بصف الرصيف، فهو وصديقه بصفه، هم طبعا 5. دا يمشي هو وصديقه بصفه بجانب الرصيف، باثناء مروره بالدراجه الهوائيه بايسكل جت سياره من الخلف ودعمته. زين. يعني الدعمه من الخلف وانشمر الى امتار، صعد ونزل على راسه ونزيف بالدماغ، دخل عنايه مركزه بغيبوبه. زين، منو اللي دعمه؟ ولد، بنيه؟ اللي دعمته بنيه. بنيه اللي دعمته. نعم. تمام. اللي دعمته بنيه. ويعني تفاصيل الحادث اللي اقوال مصدقه قضائيا، كانت معها سياره ثانيه يعني تتسابق وكذا وبسرعه فائقه. هذا كله مسجل. نعم. كله مسجل بالدليل، واكو شهود على هذا الموضوع، مو صحيح؟ صحيح. زين راني كمل. اثناءها اخوي دخل بغيبوبه واعتبر من الناحيه الطبيه ميت سريريا. نعم. بيوم الحادث. ثاني يوم الصبح جانا شرطي للمستشفى وبيده ورقه توقيف المجني عليه اللي هو اخويا. زين، على شنو اعتمدوا حتى يوقفوه؟ اعتمدوا على انه اساس مخطط مروري صاير بالحادث، هو على دراجه هوائيه، مخطط مقصريه على اخويا 100%. المقصريه على اخويا البايسكل 100%. والدتك وياك راني؟ اي نعم موجود. محمد مخرجنا، اقدر ادخلها يمي؟ ما اقدر ادخلها هنا؟ تمام. اي فاستاذ يعني الداسه البنيه اللي داسه منطقها نسبه 5 او 10% منطقها قصور، وهي الدهس صار الدعم من الخلف. ليش راني ليش؟ استاذ بيطه التفاصيل، انا يعني جيت واشكر جهودكم اول شيء باستضافتكم. نعم، خدمتك. الله يخليك حتى يوصل صوتي من خلالكم، واناشد بسياده رئيس الوزراء حصرا على الحادث اللي صار قضاء وقدر، بس بعد ما صار اللي بعد القضاء والقدر اللي صار المخطط المروري صار 100%. طبعا عندي هم أنا شهود اقوال مصدقه قضائيا تقول حضر فد شخص شاب مذكور اسمه عندي صاحب سياره من نوع لكزس. الشرطه الموجودين بمكان الحادث. نعم. اللي المفروض كانوا يتخذون اجراءات ونادوا على دوريه المرور. زين. اجى هذا الشخص منع من اي جهه امنيه من يعني القوه الماسكه للارض، منعهم هذا الشخص. قال لهم لا حد يتدخل، انا اتخذ اجراءات. المرور اللي كان موجود بده يسوي المخطط المروري، بعدين هذا الشخص اثر يعني شلون صارت ضغوطات عليه، والضابط مال المرور قال هاي بيها شغله حظ بخت، انا ما اقدر اكمل هذا المخطط ورايح. اي والنجده سريه دراجات النجده كانوا موجودين، مانعهم هذا الشخص، قال لهم انا خابرت على نجده وخابرت على فد مركز معين هم راح ياخذون اجراءاتهم اللي هو مركز شرطه المأمون. زين. وحضرت الدوريات المرور العقيد من قاطع مرور الدوره العقيد عبد الحسين اسماعيل علاوي. اجى يعني هذا الشخص عبد الحسين اسماعيل علاوي اجى عن طريق اتصال من هذا الولد اللي اسمه سلطان حمود الكبيسي. ادعى سلطان ابويا قاضي من كل الاشخاص الموجودين. وين يكون ابو قاضي؟ القانون فوق الجميع. يعني شنو ابو قاضي؟ شنو ابو قاضي؟ العفو، ادعى هو بهذا الشيء، قال انا ابويا قاضي والبنيه صديقتي استعانت بي الموضوع يمي وانا ما اخليها تبات ليله بالتوقيف. يلا اسمع يا رئيس الوزراء، اسمع هذا الكلام. هذا الكلام سمعوا يا الجهات المسؤوله والجهات المعنيه. هذا الكلام يا قياده شرطه الكرخ. هذا الكلام قدام القوه الماسكه للارض على جسر الجادريه. نعم. وبعدها اللي صار الجهه المختصه بالتحقيق بالحادث مركز شرطه المأمون. هذا الشخص حضوره همينا بالمركز لحد الساعه 12:30 بالليل، شايفين شهود نفس الشخص. واكو شغلات يعني اذا اذكرها يمكن يعني اني قضيتي كبيره، يعني البنيه للصبح تطلع افراج واخويا بالعنايه المركزه. عنايه مركزه اخر انفاسه واقف شرطي فوق راسه وبيده سلاح ونفس الوقت الشرطه يستفزوني اليه. استفزاز الي صار من الشرطه اللي واقف فوق راس اخويا والبنيه طالعه افراج.
الاختراق القانوني. اريد اناشد سياده رئيس الوزراء، والدتي بنفس اليوم بالليل اشتكت من اجتي حضرت يعني عدد من اشخاص من مركز شرطه المامون على والدتي، دونوا اقوالها في نفس اليوم الحادث بالليل، وهاي اقوالها موجوده وشكوها، قالت انا اطلب الشكوى. لكن اللي صار لما تسيرت البنيه بالليل، تسيرت للقاضي، نعم تسيرت البنيه ومع اقوالها للبنيه الداسه وبدون اقوال المدعي بالحق الشخصي، زين، بدون شكوى. بس العفو لو تعرضوها على كاميرا. نعم هي على الكاميرا حاليا. نعم العفو انضافت بالقلم الجاف وليس بالطبع في يوم ثاني، وتم تدوين اقوال المدعي بالحق الشخصي. يعني في حال هو مصعد تدوين اقوال المدعي بالحق الشخصي، في حال مصعدها نفس اليوم وهي البنيه، نعم. يمكن كان القاضي يذكرها بهاي النقطه. شنو هاي التفاصيل المكتوبه؟ بالله اقرا لنا اياها قحطان، العفو راني، اقرا لي اياها، واني اوعدك بانه القانون راح يطبق على الجميع، اذا كنتوا انتم غلطانين او هم غلطانين، راح اتواصل مع كل الجهات المعنيه، نعم. من قائد شرطه بغداد الى قائد شرطه الكرخ، نعم. الى كافه الجهات اللي دخلت بهذا الموضوع، نعم. حتى وان جبر الامر ان نتواصل مع المتحدثين باسم السيد القائد العام للقوات المسلحه، ايضا راح نتواصل وياه، وراح اتواصل ويا لواء يحيى رسول ان شاء الله. طبعا خلينا نكشف الحقيقه باكملها، بس احكي لي شنو هذا، اقرا لي اياها بالله، خلينا نسمع الوقت لك شباب، قطعوا لي كل الاتصالات، ما اريد فقط من انا لحد نهايه البرنامج لك الوقت احكي لي، يلا تفضل. يعني هذه الورقه اللي عندي اللي تسيرت للقاضي في يوم الحادث في الساعه احكيها بسرعه، اقرا لي اياها بسرعه. 2140 مساء يوم امس الموافق 21/4/2020 استخبرنا من قبل السيطره المركزيه بوجود شخص مصاب اثر حادث دهس داخل مستشفى اليرموك، تم الانتقال للمستشفى اعلاه، وتبين ان المصاب يدعى رأفت عبد الله عباس، والذي كان يقود دراجه هوائيه على جسر جادريه من جهه منطقه حي القادسيه قرب مطعم غسان الزيتون، وقيام سائقه منها منار غسان ثابت بصدم دراجته الهوائيه واصابته. تعذر علينا من تدوين اقوال المصاب رأفت لكونه فاقدا للوعي ولسوء حالته الصحيه، ونظم مسير التحقيق بذلك ومؤيد من قبل الطبيب المعالج وربط مع الاوراق. تم تدوين اقوال المشكو منها منار، ونسير هنا لسيادتكم الغرض تصديق اقوال قضائيا. تم ربط الكشف المخطط المروري بمحل الحادث، نعم، الموجود محل الحادث مرفقتين. استحصل المصاب رأفت على تقرير طبي اولي ربطه مع الاوراق، تقرير طبي اللي هو يقول فاقد ميت سريريا من الناحيه الطبيه. تم ضبط العجله المرقبه كذا خصوصي من نوع جلي حمراء. هاي منو موقع بالاخير بيها؟ هذا العفو، هذا يعني ضابط التحقيق المختص كان في مركز شرطه المامون. شنو اسمه؟ الضابط علي عبد الحميد. نعم. الرائد علي عبد الحميد. نعم. هذا كاتب الحقيقه هسه؟ هاي مصعدها ومسير اقوال للبنيه. هاي حقيقه هاي هسه اللي قريتها انت؟ نعم هاي نعم. من مركز شرطه. يعني سياده الرائد كاتب الحقيقه؟ تمام لحد الان مصعد هذا، بس كان اكو فد شيء استاذ، اكو فد خرق صاير اللي هو الخرق بالقانون اللي ما حد يرضى به اي شريف بهاي الدوله. اللي هو المدعي بالحق الشخصي اللي هي والدته رأفت اشتكت بنفس اليوم، الشكوى مالته ما صعدت للقاضي. الدليل جواب القاضي كان على هذا الكلام، نعم، ويا اقوال البنيه، نعم، مدونين اقوالها. طبعا البنيه ذاكره انه هو عكس السير، والدراجه الدعمه من الخلف، شلون عكس السير جايك وهو الضربه من الخلف. نعم. وواحده من الافادات دراجه ناريه، اكو يعني بالكلام اختلاف. المهم استاذ جواب القاضي يرجع التحقيق وفق احكام القسم ماده 35 دون اقوال المتهمه منار غسان ثابت قضائيا بحضور السيد قاضي مدعي العام والقاضي مهند حسين محامي له مبلغ العفو 3 تدون اقوال، تعذر عن تدوين اقوال المصاب رأفت عبد الله عباس ومتابعه حالته الصحيه. 4 لما ورد بمحضر الكشف المخطط المرور عليه قررت توقيف المتهم رأفت عبد الرضا وفق احكام القسم 35 نعم، من ماده المرور. نعم. استاذ انا القصد من هذا الكلام، المفروض لو صاعد اقوال المدعي بالحق الشخصي كان القاضي يذكرها ثالث نقطه، يقول وتم تدوين اقوال المدعي بالحق الشخصي. حطيتوا محامي؟ اي نعم. حطيتوا محامي؟ نعم. نعم. محامي فقط واحد؟ اي نعم. وشنو كان يعني هسه القضيه لوين وصلت؟ والله استاذ اولا اني المخطط المروري قمت عليه سويت طعن المخطط المروري وطلعت لجنه ثلاثيه، وكان اللجنه مقصره اخويا 80%، واني ما مقتنع بهذا الكلام، عدت العفو باللي صار لان ما شفته باللي يرضي الله. يعني اكو شغلات دا استعين بها اني ودا اسال من كبار ضباط المرور، نعم، اللي نعم، اذكر اسمه وبارك الله يعني معروف بنزاهته، العميد عمار الخياط، عفوا اللواء عمار. زين. نعم. زين بابا، هسه اني راح اخليك تتواصل نعم ويا مدير عام مرور العراق كله باكمله السيد لواء زهير. نعم. اكو كاميرات بهذا الموقع؟ استاذ الكاميرات انا نعم. صدرت امر قرار قاضي. اوكي. نعم. لانه حتى اول شيء لاراحه الضمير حتى نشوف الحادث احنا بنفسنا، اثنين حتى ينعرض للجهات المختصه، للقاضي ينعرض للمرور، لكن مع الاسف يعني اكثر من جهه هناك
تعذروا بهذا الشيء، تعذروا بسبب انه كانت الواير مقطوع بيوم الحادث، الثاني قال كنا انه مو اكو مطعمين وكلها كاميرا. كلها تعذرت استاذ. تمام زين. انت من تاخذ امر نعم. امر قرار قاضي بعد على اي اساس يتعذر؟ ما يصير يتعذر بعد. هاي وحده. اثنين، نعم. امام الله سبحانه وتعالى اوعدك فقط بانه اخليك تتواصل بالمباشر، وانا بيدي اخذك الى السيد لواء زهير، ان شاء الله. ومن بعدها الى السيد عقيد نبراس مدير عام اعلام، مدير اعلام وكاله شؤون الشرطه، وايضا مع السيد قائد شرطه الكرخ، نعم. ومع قائد شرطه بغداد، نعم. ومع المتحدث والناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحه، نعم. ولاعلى الجهات لحد ما نكشف الحقيقه شنو هي ان شاء الله. وان شاء الله اذا كنتم على حق فدم اخوك اكيد ما يروح ان شاء الله. انا بس العفو دقيقه واحده، يعني انا على الشغله هاي اللي صارت باخويا، يعني اريد اعرف المتنفذين بهذا الموضوع. العفو اكو فد شيء سويته هسه بالدعوه من سالتني. نقطه ثانيه سويت طعن بقرار الافراج من خلال هيئه تمييزيه بمحكمه استئناف الكرخ. طلع نقض القرار ومخالف للقانون وغير صحيح اللي هو قرار الافراج. نعم. طيب قبل ما اختم، نعم. بس ذكرني الجمله نعم. اللي قالها ابن القاضي شنو، او اللي يدعي بانه هو ابوه قاضي شنو؟ نعم. يدعي انه اني ابويا قاضي. اذكر لي الاسم واذكر لي التفاصيل كلها وشنو حرفيا قال لك، اذكر لي اياها قبل ما نختم. الشخص كان يستقل سياره لكزس من نوع لكزس، نعم. رصاص اللون. نعم. لما انحضر كل القوى الماسكه بالارض النجده والمرور، اجى قال لا احد يتدخل الموضوع، البنيه صديقتي كانت وياي بالكليه واني ابويا قاضي واني احل الموضوع، والبنيه ما اخليها تبات بالتوقيف ليله، وحضر معها راح وياها بالمركز، واكو في التفاصيل ما اعرف استاذ يعني اذكرها اخي اذكرها على اذكر لي أقوال كل شيء. شهود وهاي شباب كلها مصدقة بالدعوة اعطوني مالتي. الوقت، اذكر كل شيء اخي، اذكر كل شيء. الشخص كان قاعد بمركز شرطه المأمون بغرفه الضابط، البنيه والضابط وهذا الشخص سلطان، ويعني فد قاعده غير لائقه، الجقايره بيديهم ثلاثتهم، الضابط علي عبد الحميد. نعم. زين. ولحد الساعه 12:30 بالليل هو هذا الشخص موجود، وتسيرت للقاضي بسيارته الشخصيه البنيه. اريد اعرف هذا الولد شنو نفوذه بمركز شرطه المأمون، وشنو نفوذه اللي جاب المرور سوى مخطط مروري 100% بدون شهود. يعني انت العقيد يا عقيد ليش تظلم؟ ليش هذا شخص ميت وتظلمه؟ تعرف هاي شكو هسه راح نشوف شنو نفوذهم من نتواصل ويا الجهات المعنيه وننقل لهم هذا الكلام. راح نشوف شنو نفوذهم، منو انتم حتى تكونون اقوى من القانون. أنا أشكرك راني عبد الرضا عباس، أخ المتوفي بحادث الدهس على نزلة أتوقع جسر الجادرية باتجاه القادسية. تحياتي لك، أشكرك. تحياتي لكم، بارك الله فيك. هذا الموضوع راح نتابعه وراح نوصل إلى الحقيقة، ومثل ما قلت بكل حلقات القانون فوق الجميع، وإذا كنتم أنتم فوق القانون فنغسل إيدنا من البلد خلاص، وخذوه أنتم حكموه وسيطروا عليه وخلونا احنا نطلع وبالعافية عليكم. مشاهدين